يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح واحدة من أهم القوانين في تحليل الخوارزميات وهي الماستر سيد. دي بنستخدمها عشان نحل نوع معين من ال recurrence relations، مش كل الأنواع أكيد، اللي بتظهر في الخوارزميات بتاعة ال divide and conquer زي الميرج سورت، الباينري سيرش وغيرها. من الآخر يعني إن شاء الله بعد الفيديو ده هتكون فاهم وحالل، وكمان هسيبك تحل مع نفسك. بالنسبة للفايل اللي هنذاكر منه هرفعه لك على الدرايف، وكمان هبعته على التشانل بتاعت التليجرام. ان شاء الله برضو هسيب لك اللينكات تحت عشان يكون موضوع ان انت توصل للحاجات دي سهل ومش رخم. طيب، انا كنت ذكرت كونسبت كده ممكن تكون ما تعرفوش، وهو ايه الريكيرنس. ايه هو الريكيرنس؟ الريكيرنس باختصار يعني، خلينا ننزل على طول واديك الاكزامبل ده مثلا. يعني تقدر تقول لي انت فهمت ايه من الشكل ده؟ فهمت حاجة؟ لا كيرو مش فاهم حاجة. ايه الارقام دي؟ يعني ايه اصلا دي؟ يعني انا شايف ان هي معادله، صح؟ هي معادله، بس عارف بتعمل ايه؟ بتوصف ايه؟ بص، هي عباره عن معادله بتوصف الزمن بتاع تنفيذ الالجوريزم ده. اختصرتها لك على الاخر اهو. سهله ان شاء الله تكون سهله وتفهم. طب بالنسبه للارقام دي تعال اقول لك حته حته. مثلا الاثنين دي بتشاور على ايه؟ بيقول لك ان دي الالجوريزم ده قسم البروبلم بتاعته لتو سب بروبلمز. تمام؟ ده معنى الاثنين دي. طب لو ثلاثه يبقى قسمها ثلاث اجزاء، اربع وهكذا يعني. طب بالنسبة للN على الاتنين، الجزء اللي هنا ده بيشاور على السايز بتاع السب بروبلم. N على الاتنين يعني قسم النص. واضح؟ مع يعني السب بروبلم هي بتساوي نص سايز بروبلم الأساسية. طيب، بالنسبة للN دي هي يعني هي ال F of N اكسترا كعمل إضافي، يعني غير الريكيرسيف كودز زي مثلا سبليت والميرج والبارتيشن. طيب، ممكن نكون لسه ما فهمناش اي حاجه، بس اهم حاجه برضو الكونسبت اللي احنا شرحناه ده اللي هو الريكيرنس. تعال نرجع بقى للموضوع الأساسي بتاعنا وهي الماستر سيرو. مبدئيا قبل ما تحل ماستر سيروم عندك كده فورم أساسية لازم تكون موجودة قدامك عشان تقول إن أنا خلاص الريكيرنس دي أنا هحلها بالماستر سيروم. إيه هي الفورم؟ هي دي الفورم اللي قدامنا بالظبط. لازم تكون متبع الفورم دي. طب إيه القواعد اللي فيها بالظبط؟ يقول لك ال A وال B ماشي على الشكل ده. ال A مضروب في ال T وال B يعني N بتقسمها على ال B. أوكي؟ يعني أتمنى كل حد دلوقتي واضحة. طب هل في أي قواعد تانية؟ في قواعد تانية. إيه القواعد التانية دي؟ هنا بيقول لك إيه؟ ال A ممكن تكون، ما ترسم كده، ال A ممكن تكون أكبر من أو تساوي الواحد. على عكس ال B بيقول لك لأ، ما تنفعش تكون تساوي واحد، ينفع تكون أكبر من الواحد، إنما تساوي لأ. سهلة وواضحة يعني، أهو موجودين برضو في الفايل والدنيا زي الفل. طيب، هو بيقول لك إن ده بروبلم وده السايز. اهو اتش سب بروبلم السايز ده نفس اللي احنا الكلام اللي قلناه، مفيش اي حاجه مختلفه نهائي. طيب، ايه اهم حاجه تاني تعرفها؟ هي الجزء ده اللي هو بيتسمى critical function، اللي هو انت بتحسب ال n الباور لوغاريتم ال a للاساس b. ركز، ال a للاساس b اهو. تعال نكبر كده، ما ينفعش تكبر اكتر من كده اهو. ال a للاساس b. طب ايه هي ال a وال b دي؟ ما هم دول اللي احنا لسه جايبينهم فوق، اللي هو الاتنين دي والاتنين دي اتباعا للفورم دي. تمام؟ طيب، انا خلاص جبت الجزء ده، هعمل بيه ايه؟ انت عندك اصلا في الماستر ثلاثة كيسز، واحد اتنين تلاتة، اكبر اصغر يساوي. موضوعها سهل وبسيط وهشرحهم لك واحدة واحدة. طب انا بعمل مقارنة بايه مثلا، او ازاي بفرق ما بين الكيس دي والكيس التانية؟ بعمل مقارنة بالاف اوف ان اللي هو الجزء ده، اللي هو مثلا هنا مكتوب ان، اللي هو الجزء ده يعني اللي انت بتجيب في الاخر بعد علامة البلس، والجزء اللي انت جبته اللي هو جي اوف ان، اللي هو ده الان باور لوجاريتم الايه للاساس بي. وبتشوف بقى لو كانت f of n أقل يبقى t of n هتساوي سيتا لn باور لوغاريتم ال a للأساس b. تمام؟ ممكن تكون ما فهمتهاش. تعالى أقول لك. أنا دلوقتي خلاص ال f of n طلعت صغيرة يبقى باخد الكبير، بس افهمها كده. ال f of n طلعت أصغر من ال n لوغاريتم ال b ال a للأساس b، فخلاص يبقى آخد مين؟ الكبير، يبقى ده الكبير فأحطه. طب تعالى عكسه بقى، لو طلعت إن هي أكبر، f of n أكبر larger اكبر من الجي اوف ان، او اللي احنا بنقول عليه تي باور لوغاريتم ايه للاساس بي.
طب هاختار مين؟ هاختار الأكبر. هي نفس الفكرة، يبقى اختار الثيتا الثيتا بالضبط، ثيتا للأوف أوف 1. تمام؟ طب لو طلعوا الاتنين متساويين زي R equal، الاتنين متساويين، باعمل إيه؟ باضرب في اللوغاريتم الباور k للN. تمام؟ يعني إيه؟ لسه مش فاهم، يعني تعال هاقول لك. أنا مثلًا دلوقتي خلاص عرفنا إن هنا بعد ما جبت القيمة دي، أنت برضه لسه مش فاهمها، بس هاحاول أبسطها لك. أنت يعني هتجيب القيمة دي اللي أنت جبتها أيًا يكن كانت n باور كام، تضربها في لوغاريتم الk وتضيف عليه 1 للN. أعتقد يعني برضه ممكن الموضوع يكون لسه مش مفهوم، بس مع الحل إن شاء الله هيتفهم، يعني ما تلخبطش نفسك. طيب، زي ما قُلت لك هم 3 cases، فتعالَ نبدأ بالأسئلة على أول case. طيب، أول سؤال أهو، ده تعالَ من الجزء ده. أول سؤال هنا هاطلّع الA، يعني أنت عشان تحل حل تقليدي وبسيط هتطلّع الA هتقول لي 2 والB هتقول لي 2. طب الF of N هتقول لي كام؟ 1، يعني دي constant، خلاص عرفتها constant. طب أنا عايز أجيب الG of N أهو، ده القانون بتاع الG of N، ده اللي إحنا لسه كنا قايلينه فوق، اللي هو N باور لوغاريتم A للأساس B. طب N باور لوغاريتم 2 للأساس 2 فيها الكام؟ فيها ال1، يعني N باور 1، يبقى هي اللي هي N. مين أكبر؟ الN باور 1 والّا ال1 اللي هو constant أصلًا، يبقى خلاص، يبقى الناتج النهائي هيكون N. تمام، ثيتا للN أهو، يعني لو نزلنا كده أهو ثيتا للN، وده نفس الكلام اللي إحنا قلناه، جبنا الA والB، هو جاب الA والB، بعد قال لك إن الF of N دي 1 أصلًا، يبقى أصغر من الN، فخلاص إن أنا اخترت الT of N equal ثيتا للN. واضحة؟ وده نفس اللي إحنا قلناه. طب تعالَ الexample اللي بعديه. هنا يعني أنا هاكتب n لوغاريتم باور لوغاريتم ال4 للأساس 2 فيها الكام؟ فيها ال2. طب مين الأكبر؟ ال2 والّا الباور 1؟ أكيد ال2، فخلاص يعني بالنظر أنت شايف هتلاقي نفسك بتحلها بالنظر، بتطلّع الA والB، بس أنت لو محتاج خطوات خلاص يبقى هتكتب له، هتقول الA equal 4، الB equal 2، بعدين الF equal N، بعدين تقول له مثلًا الG of N هتبقى N باور لوغاريتم ال4 على أساس 2، بعدين تقول له equal مثلًا N أس 2، وبعدين هتقول له إن G of N هي أكبر من الF of N، فخلاص يبقى الT of N هتساوي ال الجزء الأكبر اللي هو إيه؟ N أس 2. أوكي؟ أهو بس. الF of N طلعت بN أقل من الN square، فخلاص يبقى نختار الN square. طب الحالة التانية اللي هم كانوا متساويين. طيب تعال نشوف هنا، دي عبارة عن كام؟ عبارة عن N لوغاريتم الاتنين الأساس 2 فعلى الواحد، يبقى N باور 1 ودي N باور 1، خلاص متساويين. طب لما هم طلعوا متساويين، فاكر كنت باقول لك إيه؟ كنت باقول لك بتضرب في إيه؟ يعني أنت بتنزل الN باور لوغاريتم الA للأساس B اللي إحنا لسه طالعينه أصلًا N، ضرب، أو كأنك بتاخد آخر جزء عشان تريح دماغك طالما متساويين، تضربها في لوج، ده في حالة إن هو كاتب N بس، هاقول لك ليه، لوجاريتم N. لأن أنت هنا هو كان بيقول لك إيه، أنت بتشوف قيمة K. طب قيمة K دي هي عبارة عن إيه أصلًا، أو أنا أجيبها منين؟ يعني تخيل أنا ما كتبتش حاجة، تعالَ نرجع خطوة كده مع بعضينا لورا أهو، أنا لسه باحل أديني، أنا عايز أجيب قيمة A، تتوقع هتكون كام؟ يعني المفروض إن هنا هيكون في لوغاريتم عشان ما اتلخبطش مثلًا. لوغاريتم n، يبقى الكي اللي هو اللي هنا ده يساوي كام؟ يساوي 0، عشان لما يساوي 0 مش هيكون ليه قيمة فكأنه مش موجود أصلا. فمن هنا عرفت إن الكي بتساوي كام؟ بتساوي 0. طب هو بيقول لك أصلا أنت بتضيف عليها واحد، فلما تضيف عليها واحد هتبقى واحد، فخلاص يبقى أنت مطلع ال n هتضربها في لوج الكي بلس 1 اللي هي 0 بلس 1 فيها الواحد، فخلاص للn. وصلت؟ أتمنى تكون وصلت. طب لو أنا غيّرت السؤال مثلًا، تعالَ نغيّر مع بعضينا كده ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. أنا قُلت لك مثلًا السؤال كان لوغاريتم يعني هنا n log مثلًا 5 مثلًا، فخلاص كل اللي هيحصل هاضيف على ال5 واحد فهتبقى 6. واصلة؟ يعني ما فيهاش أي صعوبة نهائي خالص يعني بتاتا، ما توتّرش نفسك، أوكي؟ طيب تعالَ نشوف هو عمل إيه، أهو جاب الg of n كتب لك طلعت بn زي ما إحنا طلعناها، وبعدين الf of 1 طلعت بتساوي الn، يبقى خلاص يبقى ثيتا للg of n. وبعدين بيقول لك إن دي الكيس رقم 2، فجاب قيمة k، طالما هو ما لقيش algorithm فده معناه إن هو الk ب0، فهيتضيف على الk 1 فهيبقى ب1، وهنا حطّه فn log n. بيس. طيب الexample اللي بعديه، هو أضاف له يعني إحنا شرحناه، هو نفس الفكرة، أنا شرحتها أصلًا يعني وإحنا فوق. الg of n هتطلع بn زي ما حسبناها n باور لوغاريتم 2 للأساس 2. بعدين
الاف اوف ان، فالجهه ان خلاص، يعني هي اصلا هو بياخد اعلى، زي ما انت عارف بياخد اعلى حاجه الان. طب ماشي خلاص، لان اللوغاريتم اصلا اقل من الان، فهاخد الان ككومبلكسيتي يعني كده. فلما خدت الان، طب دي باور 1 وكذلك اللي فات كان باور 1، فهما متساويين اصلا، فخلاص بيس. وانا عارف ان هي كانت مضروبه في لوجاريتم، كانت الكيب كام بواحد، اهو قال لي الكيب واحد، اهو جابه من هنا. تمام. فبعدين هضيف عليه واحد ويبقى اتنين بس. ده اللي حصل. واضحه يعني، ان شاء الله تكون واضحه. طيب. مثال تاني، تالت. هنا غير يعني اللي ما خليهاش البيز لاساس 2 زي ما احنا متعودين، غير. هنا عباره عن كام؟ ان باور لوجاريتم 3 لاساس 3، فيها كام؟ فيها الواحد، فهي ان. وهنا برضو كذلك ان. فيعني باختصار كانك بتاخد دي، يعني طالما هم مستويين هتاخد الجزء ده وتضيف على الكي واحد هتبقى 2 بس. يعني ده اهو واصله ولذيذه ان شاء الله. طب بالنسبه للكيس 3 اللي هي كانت الاف اوف ان كانت اكبر. طب هنا مثلا لو ما جينا طلعناها برضو 100 مره، فهتطلع معاك بكام؟ بان. طب هنا هتطلع معاك بكام؟ هو مطلع ان سكوير، فمين اكبر؟ خلاص في واحده اكبر يبقى خدها على طول من غير تفكير، حتى لو بعدها 100 لوغاريتم هي الاكبر، فاهم؟ مش هيعمل حاجه لوغاريتم معاك، فاهم؟ فهو بيقول لك ان الجي اوف ان طلعها بالقيمه دي، طلعت بان زي ما احنا طلعنا. وبعدين بيقول لك ان الاف اوف ان هي اصلا بيجر ذان، يعني اكبر منه. خلاص يبقى دي اصلا بتعبر عن الحاله الثالثه. اوكي. طيب، في حاجه بقى هنا مهمه بالنسبه للحاله الثالثه اللي هي ايه؟ ريجولاريتي. في حاجه كده لازم تتشك. يعني هي ما اتذكرتش في السكاشن عموما، بس تعالى نفهمها مع بعض. هي عبارة عن تعويض، يعني كأنك بتعوض. يعني بتعوض ازاي؟ يعني احنا كنا بنقول ايه؟ ال- الجزء اللي هو الاولاني اللي احنا كنا بنكتبه، مش انت كنت يعني شايف ده؟ اللي هو الجزء ده، بتاخد الجزء ده ماشي، الجزء ده بس تكتبه وتعوض. يعني ادي 2، شيل التي على اساس ان هي اف اوف الان على الاثنين. طب انا قلت له الاف اف ان بتساوي كام؟ ان سكوير. فالجزء اللي جوه القوس ده هربع، يبقى ان تربيع على الاربعه. اوكي. تمام. وبعدين اساويه بكام؟ بكونستانت، اكتب سي مضروب في الاف اوف ان اللي هي ان ايه؟ ان سكوير. طب دي عباره عن كام؟ هتلاقيها عباره عن ده، تلاقيه واحد يعني طار اصلا، يعني هتبقى دي 2. يعني عباره ان ان سكوير على الاثنين تساوي كام مضروب في الان سكوير. يعني هي عباره عن نص اصلا، يعني كانك بتقول هنا نص في ان سكوير هو النص في ان سكوير، فالسي هنا يساوي كام؟ نص. طب معناه ايه اصلا؟ معنى ايه نص؟ اهو طالما القيمه بتاعت الكونستانت دي طلعت بقيمه اقل من الواحد فده صح ومفيش اي مشكله معاك. تمام. يعني ده زي ما مذكور كان مكتوب تقريبا، يعني المفروض ان هو كانت مكتوبه بس غالبا هي اتشالت من الفايل ده. تمام. يعني هو برضه بيقول لك انها خلاص، ان هو اصلا طلعت ان هي بنسبه جل واحد، فزي الفل مفيش اي مشكله. تمام. واحنا طلعناها بكام في الاول؟ احنا طلعناها بالقيمه الاكبر اللي هو ان سكوير. طيب تعالى نروح للاكزامبل بي، الاكزامبل اللي بعديه. تمام. دي عباره عن كام؟ عباره عن 2، يعني هتلاقيها ان باور كام؟ يعني انت هتقول ان لوغاريتم ال 8 للاساس 2 فيها كام؟ فيها 3. طب ولا الخمسه؟ اكيد الخمسه. خلاص كده عرفنا الخمسه، بس عايزين نتشيك من موضوع الريجولاريتي اللي هو الجزء ده. طب هتشيك ازاي؟ نفس موضوع التعويضات اللي كنت بقول لك عليه، نفس هي يعني انت تمام عباره عن كام؟ 8. 8 في الان على الاثنين باور 5. تمام. تعال نفكه على طول، يعني عباره عن 32. يعني هنا دي هتبقى 32 وده 8 فالكام يعني قسمنا هتبقى 4. يبقى ان باور 5 على الأربعة. اساويه بكام؟ اساويه بكونستانت مضروب في ايه؟ مضروب في الان باور 5 اهو. طب هيساوي كام؟ خلاص ربع، هتستنتجها على طول ربع. تمام. يبقى السي هتساوي كام؟ ربع. هل الربع اقل من الواحد؟ ترو، فمفيش اي مشكله، خلاص زي الفل وخلاص زي ما احنا طلعنا. طب تعالى نحل شويه اكزامبلز كده مع بعضينا، وان شاء الله في شويه تانية اسيبهم لك تحلهم مع نفسك. طيب هنبدا باول سؤال. هنا يعني انت هتكتشف على طول ان هي للاساس 2، فخلاص متساويين. فزي ما قلت لك طالما هما متساويين هتضرب في لوغاريتم على طول، في لوج. وطبعا ما كانش فيه لوغاريتم يبقى باور 1 للان، وهو هتلاقيها على طول وما فيهاش اي مشكله وتمام. طب اللي بعديه، دي 16 ودي 2، فيها الكام؟ فيها الأربعة، يبقى ان أس 4. يبقى مين الأكبر؟ أكيد ان أس 4، فعلى طول هتبقى ان أس 4 أو ان أس 4.
طب بالنسبة لده يمكن ده في فكرة عشان حتة الجذر، لو عارف عشان نفك الجذر فكنا بنقول هي عبارة عن n أس نص بيس. تمام كده أنا شلت الجذر طيرت الجذر. طيب لما نيجي نجرب هنا هي عبارة عن إيه؟ n باور لوغاريتم الاتنين الأساس 4 هتلاقيها طلعت معاك بنص n باور نص، فدي بتساوي دي. فخلاص يبقى هاخد الجزء الأخير ده وأضربه في لوغاريتم عشان مفيش لوغاريتم أصلا فلوغاريتم لوغاريتم n أهو. طب الاكزامبل 4 يعني انت هتكتب ايه ان برضو باور لوجاريثم 3 للاساس 2 هيطلع معاك يعني واحد وكسر. طب واحد وكسر ولا الاثنين؟ اكيد الاثنين، فخلاص يعني هو طلع بالكسر ده 1.5 مش عارف والباقي شويه الكسور دي. فمين الاكبر؟ اكيد الاف ان اف اوف ان لان هي بين سكوير. فخلاص دي الحاله الثالثه، هو بيقول لك ان دي الحاله الثالثه فخلاص يعني زي الفل. طب في حاجه ريجولاريتي لازم يتاكد منها. طب هيتاكد منها ايه؟ بنفس قانون التعويضات. اوكي. فالريجولاريتي نفس الجزء ده كانك بتبدل يعني يعني انت بتكتب اهو 3 بختصر عليك اهو 3 تفتح قوسين الان على الاثنين باور الاس ده ريح دماغك اهو ان. طبعا ده مش علينا ما تذكرش في استكاش بس عشان تبقى فاهم ان على 2 باور الاثنين. تمام. فهتلاقيها 3 وهنا ان اس 2 على الأربعة. اوكي كأنها مكتوبة 3 على الأربعة في ان سكوير هي هساويها بكام؟ هساويها بكونستانت مضروب في الان سكوير. فهتستنتج على طول ان الكونستانت ده هو 3 على الأربعة لما تقسم مثلا على السكوير او ايا يكن الطريقة اللي انت تستخدمها. اوكي فخلاص 3 على 4 ده اقل من الواحد فزي الفل وهيمشي معايا مفيش اي مشكلة. يبقى اختار على طول ان سكوير. ده كده كويز صغير هسيبه لك تحله مع نفسك وهتلاقي الحلول موجودة يعني يعني حاجة بسيطة كده. هما 3 أسئلة مش أكتر. وإيه بس يعني لو أنت فضلت لحد هنا أتمنى يكون الفيديو لطيف وأتمنى يكون سهل عليكم مش صعب ويعني شكرا كده ما تنساش سبسكرايب لايك وشير مع زمايلك. سلام.